السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله هنكمل حل امتحانات كتاب المعاصر. وصلنا للمحافظة رقم 15 وهي محافظة بني سويف. يلا نبدأ، توكلنا على الله. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كان الجذر التربيعي لس بيساوي الجذر التكعيبي للتمانية، فإن س تساوي كام؟ الجذر التكعيبي للتمانية بيساوي 2. إيه الجذر التربيعي اللي بيساوي 2؟ هيكون 4. السؤال الثاني: إذا كان المستقيمان الممثلان لمعادلتين س زائد 3 ص بيساوي 5 وس زائد ك ص بيساوي 9 متوازيين عايز يعرف قيمة ك. طيب، متوازيين يعني معامل السين على معامل السين هيساوي معامل الصاد على معامل الصاد، لكن لا يساوي الحد المطلق على الحد المطلق. فأنا لما أقسم معامل السين على معامل السين يعني 1 على الواحد، هيساوي معامل الصاد على معامل الصاد هيساوي 3 على كاف، ولكن لا يساوي الحد المطلق على الحد المطلق. من هنا أقدر أجيب كاف إن أنا أعمل مقص، يبقى كاف هتساوي 1 في 3 على الواحد هتديني 3. إذا كان ألف وب حدثين متنافيين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، فإن احتمال ألف تقاطع ب. طالما عايز الاحتمال فاحتمال التقاطع بيكون بصفر، لكن لو عايز ألف تقاطع ب ده بيكون فاي. الفرق ما بين الاحتمال وما بين التقاطع نفسه، التقاطع بفاي لكن الاحتمال بصفر، لأن مفيش تقاطع وده حدث مستحيل، واحتمال الحدث المستحيل دايما بيكون صفر. مجموعة أصفار الدالة د حيث د س بتساوي 2 س في س تربيع ناقص 2 س زائد 1. المفروض عشان أجيب أصفار الدالة أنا باخد الدالة أساويها بالصفر، فأنا هساويها بالصفر، ومنها 2 س هتساوي صفر، والقوس ده اللي هو س تربيع ناقص 2 س زائد 1 هو كمان هيساوي صفر. هنحلل المقدار الثلاثي ونسيب 2 س زي ما هي برضه. لما نحلل هنفتح قوسين، الس تربيع تبقى س وس. كام في كام يديني واحد، مجموعة من 2 هلاقيها 1 في 1. إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط سالب وسالب. وهنا في 2 س. طيب، 2 س بتساوي صفر ومنها س بتساوي صفر، يبقى أول حاجة في الأصفار الصفر. بعد كده س ناقص 1 بيساوي صفر ومنها س هتساوي 1، وس ناقص 1 بيساوي صفر ومنها س هتساوي 1، فهنسيبها زي ما هي. فأصفار الدالة هي الصفر الصفر والواحد. إذا كان منحنى الدالة التربيعية د يمر بالنقاط سالب 1 وصفر، صفر وسالب 4، 4 وصفر، فإن مجموعة حل المعادلة د س بتساوي صفر في ح. احنا عارفين ان مجموعة حل اي دالة تربيعية بيكون نقطة تقاطع المنحنى مع محور س. نقطة تقاطع المنحنى مع محور س بيكون الصاد بصفر، يبقى الزوج المرتب الاول والزوج المرتب الثالث. فمجموعة الحل هي قيم السين، يبقى سالب 1 و4. عندي في الاختيارات سالب 1 و4 هيبقى ج. السؤال السادس: إذا كان ن س بيساوي س ناقص 5 على س زائد 2، فإن مجال ن أس سالب 1. عايز مجال المعكوس الضربي للدالة، هو ح فرق أصفار البسط وأصفار المقام. أصفار البسط لو كانت س ب5، وأصفار المقام لو كانت س بسالب 2، فالمجال هيكون ح فرق 5 وسالب 2. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كان س تربيع ناقص ص تربيع بيساوي 2 في س زائد ص، حيث س زائد ص لا يساوي الصفر. هو عايز س ناقص ص يساوي كام؟ طب أنا هاخد المقدار اللي هو س تربيع ناقص ص تربيع، هنحلله، ده فرق بين مربعين واخدينه في تانية إعدادي. لما أحلله هيبقى س وس وصاد وصاد، واحدة موجب واحدة سالب، يبقى س زائد ص وس ناقص ص. طب ما أنا عندي س تربيع ناقص ص تربيع أصلا بيساوي 2 في س زائد ص، يعني هشيلها واكتب مكانها 2 في س زائد ص. والناحية التانية س زائد ص في س ناقص ص. هلاقي س زائد ص راح مع س زائد ص، هيتبقى س ناقص ص بتساوي 2، وده هيكون الاختيار د. يوجد في ح مجموعة حل المعادلتين ص ناقص س بيساوي 2 وس تربيع زائد س ص ناقص 4 بيساوي صفر. عندي معادلة من الدرجة الأولى ومعادلة من الدرجة التانية، فأنا هحلهم مع بعض بالتعويض. هنثبت الصاد وأدي الس بعكس الإشارة، الس سالبة تروح موجبة، يبقى س زائد 2، يبقى ص بتساوي س زائد 2، ودي المعادلة الأولى. هعوض في المعادلة التانية، كل صاد هتقابلني أشيلها وأكتب مكانها س زائد 2، يبقى س تربيع زائد س في، هشيل الصاد واكتب س زائد 2 ناقص 4، كل ده بيساوي صفر.
س تربيع زائد، هضرب السين جوه مرتين، س في س بس تربيع زائد 2 في س باتنين س ناقص 4 بيساوي صفر. س تربيع زائد س تربيع باتنين س تربيع زائد 2 س ناقص 4 بيساوي صفر. هقسم على الاتنين في جميع الأطراف عشان أختصر أو أبسط المسألة. 2 على 2 فيها الواحد يبقى س تربيع زائد، واتنين على 2 فيها الواحد يتبقى السين ناقص 4 على 2 فيها الاتنين وصفر على أي حاجة بصفر. مقدار ثلاثي، هنقدر نحلل س تربيع س وس كام في كام يديني 2 والفرق بينهم واحد، هلاقيها 2 في واحد. إشارة الحد الأخير سالب، العدد الأكبر ياخد إشارة الحد الأوسط والتاني عكسه. نقسمها مسألتين، س زائد 2 بيساوي صفر ومنها س بتساوي سالب 2، وس ناقص 1 بيساوي صفر ومنها س بتساوي 1. أنا جبت قيم السين سالب 2 و1، هعوض عشان أجيب الصاد. يبقى عند س بتساوي سالب 2 الصاد هتساوي، حط مكان السين سالب 2، سالب 2 زائد 2 يبقى الصاد بصفر. وعند س بتساوي 1 الصاد هتساوي، لما أحط مكان السين 1، 1 زائد 2 يبقى الصاد ب3. وتكون مجموعة الحل م ح س سالب 2 وصفر، والزوج المرتب الثاني 1 و3. اوجد ن س في أبسط صورة مبينة لمجال الدالة ن. عندي جمع دالتين، هنقول ن س هتساوي س ناقص 2 في البسط تنزل زي ما هي، وفي المقام عندي تحليل فرق بين مربعين، س زائد 2 وس ناقص 2 زائد الدالة التانية، هاخد الاتنين عامل مشترك من البسط، هيتفضل س زائد 3. والمقام مقدار ثلاثي، كام في كام يديني 6 ومجموعهم 5، هلاقيها 2 في 3. هنحلل المقدار الثلاثي، س وس 6 2 في 3، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط موجب وموجب. نجيب المجال، ح فرق أصفار المقام، هنا لو كانت س بسالب 2 وهنا لو كانت س ب2، هنا سالب 2 ومكتوبة، وهنا لو كانت س بسالب 3. بعد كده نختصر، يبقى ن س هتساوي س ناقص 2 هتروح مع س ناقص 2، وس زائد 3 هتروح مع س زائد 3. هيتبقى في البسط 1 على س زائد 2 زائد، هيتبقى في البسط في الدالة التانية 2 على س زائد 2. جمع دالتين، هاخد مقام واحد، مقامات متشابهة، يبقى س زائد 2، وهجمع البسط 1 زائد 2 هيديني 3. اوجد جذريا في ح مجموعة حل المعادلتين. عندي معادلتين من الدرجة الأولى، أقدر أحلهم مع بعض بالتعويض أو الحذف. لو عايز أحلهم بالحذف هجيب الصاد هنا بعكس الإشارة، وأخلي معامل الصاد هو معامل الصاد مع اختلاف الإشارة. طيب تعال نجرب نحلها بالتعويض. هشيل كل س في المعادلة التانية واكتب مكانها 3 ص زائد 7. هنعوض، أقوله بالتعويض من المعادلة 1 إلى المعادلة 2، هشيل السين واكتب يبقى 3 ص زائد 7 زائد 2 ص، كل ده بيساوي 12. هودي السبعة بعكس الإشارة وأجمع 3 ص زائد 2 ص هيديني 5 ص، و12 ناقص 7 5، هقسم على الخمسة في الطرفين، ومنها الصاد هتساوي 5 على 5 فيها الواحد. هعوض عشان أجيب السين، لو كانت الصاد بواحد يبقى السين هتساوي في المعادلة الأولى 3 في 1 ب3، يبقى 3 زائد 7، 3 زائد 7 10، ومنها مجموعة الحل هتبقى 10 وواحد. السؤال الرابع، عندي قسمة دالتين، اوجد ن س في أبسط صورة وعين المجال، ثم اوجد دالة السالب 1. هنقول ن س هتساوي الدالة الأولى مقدار ثلاثي، كام في كام يديني 49 ومجموعهم 14، هلاقيها 7 في 7. فهنحلل المقدار الثلاثي، س تربيع س وس 49 7 في 7، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط.
والمقام عندي تحليل فرق بين مكعبين، قوس صغير وقوس كبير. الجذر التكعيبي لس أس 3 س، واخد نفس الإشارة، والجذر التكعيبي للتمانية 2. قوس الكبير هجيبه من هنا. ربع الحد الأول، غير الإشارة، اضرب الحد الأول في التاني، ربع الحد الأخير. هنخلي القسمة في، ونشقلب الكسر. في البسط هكتب س ناقص 2، وفي المقام هكتب س زائد 7. نجيب المجال. فرق أصفار مقام الدالة الأولى والبسط والمقام بتاع الدالة التانية. هنا لو كانت س بسالب، هنا لو كانت س ب2، وهنا ملهاش أصفار، وهنا لو كانت س بسالب 7، وهنا لو كانت س ب2، وكده كده الاتنين مكتوبة فمش هنكتب حاجة تاني. بعد كده هنختصر، يبقى ن س هتساوي س زائد 7 مع س زائد 7، وس ناقص 2 مع س ناقص 2. هيتبقى في المسألة س زائد 7 في البسط على س تربيع زائد 2 س زائد 4. باستخدام القانون العام في اوجد مجموعة حل المعادلة س تربيع بتساوي 5 ناقص 2 س مقربا الناتج لرقمين عشريين. أول حاجة أنا هخلي المعادلة دي معادلة صفرية، فهرتب وأرد بعكس الإشارة. يبقى س تربيع زائد 2 س ناقص 5 بيساوي 0. الألف معامل السين تربيع ب1، والب معامل السين ب2، والجيم هو الحد المطلق بسالب 5. بعد كده نكتب القانون العام. س هتساوي سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. هنعوض في القانون. يبقى س هتساوي سالب ب ب2 يبقى سالب 2 موجب أو سالب جذر التربيعي 2 تربيع ب4 ناقص 4 في ألف ب1 في ج بسالب 5. كل ده على 2 ألف يعني 2 في 1. ومنها السين هتساوي سالب 2 موجب أو سالب الجذر التربيعي، هنا سالب في سالب بموجب يبقى 4 زائد 4 في 1 ب4 و4 في 5 ب20. 4 زائد 20 هيديني 24 على 2 في 1 ب2. هنقسمها مسألتين. يبقى س هتساوي سالب 2 زائد الجذر التربيعي لل24 على ال2، وس هتساوي سالب 2 ناقص الجذر التربيعي لل24 على ال2. هنفتح الآلة الحاسبة مع بعض وهنكتب سالب 2 زائد الجذر التربيعي ل24 على ال2. هتطلع عندي س هتساوي 1.44. بعد كده هنجيب القيمة التانية، ندوس يساوي، طلعت بسالب 3.44. س هتساوي سالب 3.44. السؤال الخامس بيقول لي اثبت ان ن 1 س بتساوي ن 2 س لجميع قيم س التي تنتمي للمجال المشترك واوجد هذا المجال. هنحلها بالطريقة اللي احنا عارفينها. هنقول ن 1 س هتساوي طرح دالتين مقامات متشابهة. هناخد مقام 1 س ناقص 1 واطرح البسط 3 ناقص 2 هيديني 1. دي أبسط صورة. نجيب م 1 فرق أصفار المقام يبقى فرق الواحد. هنعمل الكلام ده في الدالة التانية. ن 2 س هتساوي في البسط عندي س تربيع اكتبها زي ما هي، والمقام هناخد الس تربيع عامل مشترك من المقام، هيتبقى س ناقص 1. بعد كده هجيب المجال م 2 فرق أصفار المقام. هنا لو كانت س ب0 وهنا لو كانت س ب1. هختصر الدالة التانية يبقى ن 2 س هتساوي س تربيع تروح مع س تربيع، هيتبقى في المسألة 1 على س ناقص 1. بعد كده هنجيب المجال المشترك. هنقول المجال المشترك فرق أصفار مقام الدالة الأولى الواحد وأصفار مقام الدالة التانية هنعمل لهم اتحاد مع بعض، يبقى الواحد والصفر والواحد مش هكتبه تاني.
أقول له بقى بما أن ميم واحد وميم اتنين، يعني مجال الدالة الأولى ومجال الدالة التانية، بينتموا للمجال المشترك، إذا نون واحد س هتساوي نون اتنين س. إذا كان ألف وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، وكان احتمال الألف ب7/10 واحتمال ألف فرق ب ب5/10، عايز احتمال ألف المكملة واحتمال ألف تقاطع ب. أول حاجة احتمال ألف المكملة، احتمال ألف المكملة ده بيساوي 1 ناقص احتمال الألف. هنعوض، يبقى 1 ناقص احتمال ألف ب7/10، 1 ناقص 7/10 هيديني 3/10، وده المطلوب الأول. المطلوب التاني عايز احتمال ألف تقاطع ب. هنجيبها منين؟ ألف تقاطع ب ده بيساوي احتمال الألف زائد احتمال الب ناقص احتمال الاتحاد ألف اتحاد ب. طيب أنا عندي الألف ومعنديش الب ومعنديش الاتحاد، فأنا هجيبها من ألف فرق ب. ألف فرق ب، احتمال ألف فرق ب ده بيساوي احتمال الألف ناقص احتمال التقاطع ألف تقاطع ب. ده اللي أنا هجيبه. عندي احتمال ألف فرق ب بكام؟ ب5/10، واحتمال الألف ب7/10، ناقص احتمال التقاطع ألف تقاطع ب. هودي ال7/10 بعكس الإشارة، يبقى احتمال سالب في سالب هنا هنزله معايا، يبقى سالب احتمال ألف تقاطع ب هيساوي 5/10 ناقص 7/10، ده هيساوي -2/10. السالب اللي على اليمين هيروح مع السالب اللي على الشمال، ويكون احتمال ألف تقاطع ب هيساوي 2/10. وبكده نكون خلصنا الامتحان. أشوفكم في الفيديو الجاي في رعاية الله.